السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجمل وأحلى متابعين، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة جيدة ان شاء الله. النهاردة هنعمل أسهل وأبسط طريقة للكنافة بالقشطة بالمقادير المظبوطة، وهتكون معاكي ناجحة من أول مرة. بس يا حبايبي، اللي بيشوفني لأول مرة ما ينساش يدعمني باللايكات والاشتراك في القناة. شكرا على كل اللي حط لي لايك واشترك لي في القناة. ويلا نسمي الله ونصلي على رسول الله، ونشوف احلى واجمل كنافة هنقدمها على سفرة رمضان عملناها ازاي. اول حاجة هنجهز الشربات او السيرب. هنزل هنا بكوباية ونص من السكر، وهضيف عليهم كوباية من المية، ونفس الكوباية اللي انا بعاير بيها السكر هنعاير بيها المية. وهنا عندي عصرة ليمونة، وهنزل بمعلقة كبيرة من عسل الكلوكوز، ولو مش متاح عندي خلاص. هنا عسل الجلوكوز ده في السوبر ماركت او عند العطارين. وهنحرك السكر كده بالراحة، وندوب السكر وهنرفعه على النار. وبعد الغليان ب5 دقايق هنطفي عليه، وهنحط عليه كيس فانيليا وهنسيبه لما يبرد. ويلا نجهز الكنافة بتاعتنا. هنا انا معايا نص كيلو من الكنافة، انا حطاه في الفريزر، واول ما بطلعه على طول بيتفرك معايا بكل سهولة. ولو انا جايباها طازة حطيها في الفريزر لمدة ساعتين، وهتطلعيها هتتفرك معاكي على طول. ولو انا مستعجلة وجايبة الكنافة، ممكن نقصها بمقص او نضربها في الكب. بس الطريقة السهلة ان انا احطها في الفريزر واطلعها هتتفرك معايا على طول وبكل سهولة. خلاص احنا جبنا الكنافة بتاعتنا وفرقناها من غير اي اضافات هضيفها عليها. جبت الصينية بتاعتنا وحطيت فيها معلقتين من السمنة، وبعدين هنوزع الكنافة بتاعتنا في الصينية من غير اي اضافات، علشان انا ما بحط سمنة على الكنافة بتعمل معايا تكتلات ومبعرفش اسويها. فكده اسهل طريقة ان انت تسوي بيها الكنافة وتطلع معاكي متساوية وجميلة جدا. خلاص كده انا بوزع الكنافة وبعمل ليها ايه، طوف كده حوالين الكنافة، علشان لما ننزل بالكريمة ما تطلعش من بره. وهضغط عليها كويس جدا. وبعد ما سوينا الكنافة بتاعتنا يلا نوزع السمنة. هنا معايا حوالي كوباية ونص من السمنة السايحة. هنبدأ بقى نوزع السمنة على الكنافة بالطريقة دي، من الجوانب وفي النص وزعيها على الكنافة بتاعتك. لما تكون السمنة مظبوطة وكتيرة في الكنافة بتديك اللون الذهبي الجميل. وخلاص احنا كده بعد ما وزعنا نص الكمية هنجيب اي كيس تلاجة، وهنجيب الصينية ونضغط عليها كويس جدا، علشان لما اطلع الكنافة تبقى متماسكة جدا معايا. وهنضغط كلها بالطريقة دي على الكنافة، او بولة او طبق او صينية. الافضل الصينية اللي اصغر من الصينية اللي انا بعمل بيها. وخلاص كده سويناها. يلا نعمل الكريمة للكنافة بتاعتنا. هنا بقى الكريمة بتاعتنا هنعملها ازاي. 3 كوبايات من الحليب عليهم 3 معالق ونص من النشا، وهنزل هنا بمعلقتين من الكريم شانتيه. لو ما عنديش كريم شانتيه ممكن نحط مع علبة من القشطة، بتدي طعم جميل جدا للكريمة. وهنزل هنا بمعلقتين من السكر حسب الرغبة. عايزة تحطي 3 معالق بس، المعلقتين مظبوطين على الكمية اللي انا عملتها دي. هنقلب كل المكونات على البارد. وبعد ما قلبنا وكل المكونات دابت السكر، هنزل بكيس من الفانيليا. ويلا بقى نرفعهم على النار، وهنقلب تقليب مستمر. واول ما تبقبق معايا كده خلاص الكريمة بتاعتي جهزت، والنشا استوت في قلب الكريمة. خلاص كده احنا جهزنا الحشوة بتاع الكنافة. هننزل بقى على الكنافة على طول، وهي هتتوزع على طول معايا بكل سهولة.
وهنبدأ بقى بمعلقة أو اي حاجة هنوزعها، بس ما نجيش عند الاطراف. وخلاص كده احنا بعد ما وزعنا الكريمة على الكنافة هنسيبها تبرد تماما. مش هنضيف الكنافة عليها، عشان انا لو ضفت الكنافة وهي سخنة هتلقاها دابت في قلب الكريمة. خلاص كده القشطة بتاعتي تماسكت. هنبدأ بقى نجيب بقية الكمية بتاع الكنافة هنوزعها على القشطة بالراحة خالص كده، وهنحط على الأطراف، وهنبدأ نضغط بالراحة على على الكنافة بتاعتي. خلاص كده احنا حطينا الكمية بتاع الكنافة، وهنبدأ كده وهنجيب الأطراف نحط نضغط على الكنافة بالراحة. وبعد ما سوينا الكنافة هنبدأ نوزع السمنة بتاعتنا. من اسهل واجمل الطرق للكنافة هتعمليها بالطريقة دي وهتطلع معاكي ناجحة، وبسم الله ما شاء الله جميلة جدا. هنبدأ بقى نوزع بقية كمية السمنة على الكنافة، وهنجيب كده من حرف الصينية وهنوزع السمنة كلها، نخليها تشرب من السمنة بتاعتنا. خلاص كده احنا وزعنا السمنة كلها على الكنافة. هنبدأ بقى نجيب الكيس بتاع التلاجة وهنضغط ضغطة بسيطة جدا بالراحة خالص كده عشان الكريمة ما تطلعش بره. ويلا نسخن الفرن على اكبر درجة حرارة في الفرن، وهنحطها على الرف الاوسط لحد ما تدينا اللون الذهبي الجميل ده. شايفين بسم الله ما شاء الله. هنبدأ بقى نوزع الشربات عليها، وهتشرب الشربات كله، وبعدين هنقلبها على الناحية التانية وهتطلع بسم الله ما شاء الله. شايفين الجمال؟ ما تنسوش تدعموني باللايكات لو عجبتكم وصفة الكنافة.